شايفين التفاصيل دي؟ الكاميرا مش بتهزر خالص، حاجة فوق الخيال. لما اقولك كل بيكسل له معنى انا فعلا اقصد كده. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم مصطفى من ايكونوفا تك. النهارده هعمل لكم ريفيو موبايل جديد، ريفيو ريدمي نوت 14 برو 4G. المراجعة دي ان شاء الله هغطي فيها كل حاجة عن الموبايل، سواء مميزات سواء عيوب. تابعوا معايا وهتشوفوا هل الموبايل ده خرافي زي ما بيتقال عنه ولا لا. ويلا بينا. دي اولا العلبة، ده اول ما بتفتحه. اول ما بنفتح طبعا دي الكتالوجات. طبعا اول ما بتفتح بتلاقي الدبوس هنا وهو الموبايل. نبدا اول حاجه بالشكل بتاع الموبايل. انا جايب اللون البلو، لون بصراحه تحفه، على عكس ما انا بجيب اللون السيلفر. مكتوب كلمه ريدمي هنا، كاميرات واخده حيز، شكلها عصري بجد بشكل مش طبيعي. من فوق في مدخل السماعات، يعني حاجه ممنوعات، يعني حاجه مش هتلاقيها في الموبايلات بتاعت السنين دي خالص. الشاشه بجد ممتازه، كيرفد من الجناب. واللي عاجبني قوي في الموبايل ان السمك بتاعه قليل قوي على عكس باقي الموبايلات التانية. الموبايل جايب شاشه 6.67 انشز بالوان شاشه اميلود وريفريش ريت 120 هرتز. يعني بجد حاجه ممتازه جدا. وكمان عليها طبقه حمايه للازاز كورنينج جوريلا جلاس فيكتوس 2. السطوع بتاع الشاشة بيوصل لحد 1800 نيتس، يعني يديك ألوان وسطوع تقدر تشوف الموبايل وانت بتستخدمه في الشمس كويس جدا. وبما ان الموبايل جايب المواصفات دي اكيد مش هينسوا البصمة موجودة هنا تحت الشاشة، تفتح ما شاء الله على طول، يعني حاجة تدي معاك وسرعة في الإنجاز. وقبل ما نخش في الميزة اللي بعد كده، يلا انزل حط لايك للفيديو واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. موبايل زي ده جايب بطارية 5500 ملي أمبير، ومش بس كده جاي معاه شاحن 45 واط، يعني يقضي معاك طول اليوم ويرجع يشحن بسرعه. ونيجي للكاميرات اللي كانت مفاجاه بالنسبه لان هو موبايل اقتصادي، فبجد الكاميرات فيها نقله تانية حرفيا. اول موبايل اللي في الفئه الاقتصاديه الكاميرا الاساسيه بتاعته 200 ميجا بكسل، وجاي معاه كاميرا تانية الترا وايد 8 ميجا بكسل، والكاميرا الثالثه مايكرو 2 ميجا بكسل. بينهم تكامل عظيم جدا، انت بتاخد الصوره بيطلع معاك شاربنس وجوده ووضوح والوان زي ما هيظهر دلوقتي على الشاشة الصور اللي انا خدتها. شايفين التفاصيل دي؟ الكاميرا مش بتهزر خالص، حاجة فوق الخيال. لما اقولك كل بيكسل له معنى انا فعلا اقصد كده. الكاميرا حرفيا ممتازه، بتيجي لحد زوم 20. طبعا انا عشان بصور في الضلمه مش هتشوفوا حاجه. في اوبشن ال 200 ميجا بكسل، في حاجه مميزه حرفيا. انت مثلا خدت الصوره وبتيجي تفتح الصوره، الطبيعي بتعمل دبل تاب عشان تعمل زوم، لا ده في دبل تاب اولى ودبل تاب تانية عشان تشوف. شايفين التفاصيل مع انها في الضلمه ازاي ممتازه. الكاميرا البورتريه بقى فيها ميزه زي الايفون، انت شايف الصوره طبيعيه، لما بتدوس كده بتعمل زي 1 اكس و 2 اكس، بتقرب زي الايفون بالظبط. طبعا دي النايت، تعالوا نجرب النايت كده. دي الصوره النايت، شايفين التفاصيل فيها باينه وبتقدر تزوم، يعني حاجه فخمه بجد بصراحه. يعني الكاميرا تقدر تصور فيديو لحد 1080 60 فريم. بالنسبه للكاميرا السيلفي فهي مش اعظم حاجه، 32 ميجا بكسل، ولكن بتدي صور كويسه جدا بالنسبه لان هو موبايل فئه اقتصاديه عليا. تعالوا اديكم مثال. بالنسبه للمساحه والرام، الموبايل بيبدا معاك من 8 جيجا رام و128 جيجا، او 12 جيجا رام و512 جيجا مساحه. وطبعا نيجي للصوت. الصوت بتاع الموبايل نقي جدا، والمفاجاه ان هو جايب صوت ستيريو. اسمعوا كده معايا، ده فيديو من فيديوهاتي. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايب لكم موقع خرافي، موقع بيحول الصوره لفيديو بالذكاء الاصطناعي. مش محتاج اقول لكم ان الصوت ممتاز يعني. والمفاجأة في الموبايل ان هو بيدعم ال NFC، وبيدعم شريحتين او شريحة وكارت ميموري. بس مع المساحة الكبيرة دي ما شاء الله يعني مش هتحتاج تركب كارت ميموري. نيجي بقى لسعر الموبايل. الموبايل عامل حوالي 13000 جنيه بما يعادل 260 دولار. نيجي بقى للعيوب، ونبدأ بأول عيب. هو ما يعتبرش عيب قوي، بس بنحطه تحت البند ده، ان المعالج هو هيليو جي 100 الترا. مش احسن حاجة في الجيمز لو انت بتدور على حاجة تلعب عليها، لكن هو هيقضي معاك في كل حاجة تانية. تاني عيب معانا ان الموبايل كله من البلاستيك، للأسف ده سهل ان هو يخليه يتجرح. وبالمناسبة هو جاي معاه الجراب ده، بس يفضل انك تشتري له جراب. تالت عيب معانا ان موبايل بالسعر ده مش بيدعم ال 5G. انا من وجهة نظري ان هو كان المفروض يدعمه يعني. رابع عيب معانا ان هو مش بيدعم الاي سيم وبس. وبكده اكون قلت لك كل حاجه محتاج تعرفها عن الموبايل، سواء سعر او مميزات او عيوب. فاضل انك بس تقرر هل
هينفع معاك ولا لا؟ بصراحه انا برشحهولك لو انت مهتم جدا بالتصوير. كاميرا 200 ميجا بكسل هتقضي معاك زي الفل. بتلعب العاب؟ لا ما ينفعكش، لان هو مش هيدي احسن اداء في الالعاب. وبس، وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى يكون عجبك، ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناه عشان اللي جاي اقوى ان شاء الله. سلام. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى يكون عجبك، ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة. ولو حابب ان نوع المحتوى ده يستمر ما تنساش تدعمنا على انستا باي او باتريون. اشوفكم الفيديو الجاي.